الوحيد اللي لا جاي يسلم ولا يبارك، مع ان ال3 سنين دول كان هو احق بيه. الحقيقه يا نون الراجل ما كانش متاخر عليا في حاجه ابدا في مده غياب. طب ده خيره كان مغرق عليا البيت. ده خير انا لواحظ. مش انا اللي شلت عنه ال3 سنين دول. اعترفت بالجريمه ودخلت السجن بداله. ده كل يوم في السجن يا لواحظ كان يساوي 1,000,000 جنيه. يا اخويا الغايب حجته معاه. الله، مش البرنس اللي حجته معاه، ده كان لازم يكون اول واحد هنا. طب على الاقل عشان نتحاسب. ما تحطش في بالك بس، البرنس اخوك واكيد هيجي عشان يبارك لك. يلا يلا يا حبيبي، خش انت خد حمام العافيه. الله يعافيك يا عروس يا جميل. برضو اهلا. امال المعلم فين؟ في الحمام. حمام العافيه يا لون. كده يا برنس تبقى اخر واحد يجيني. مش البرنس اللي يجي للنن في الزحمه، انت صاحبي واخويا ولازم احتفل بيك على رواق لوحدي، مش كده لاحظ؟ طبعا ده انت اخويا يا حبيبي، ده انتوا اخوات ربنا ما يحرمكوش من بعض. اعمل لي شربات اخويا بقى اشربه. من عينيا يا اخويا. والله العظيم لاحظ دي كانت في عينيا. تسلم يا حبيبي. ده اختي يا جدع، انت بتتكلم ازاي؟ طبعا. قول لي بقى عملت ايه في ال3 سنين اللي قضيتهم في النادي؟ اسكت يا برنس، كانوا اسود سنين مرت في حياتي. هو ده اخر كلام يا نون؟ ايوه يا برنس. وانت راضي عن كده؟ لو كنت اتسجنت ال3 سنين دول كنت قلت نفس كلامي. الله، ما كلنا اتسجننا يا جدع، هو انت اول واحد يتسجن في الدنيا؟ بس السجن تعبني يا برنس، علمني ان انا ابعد عن طريق الحرام خالص. واللي احنا بنعمله ده حرام؟ امال ترويج الحاجات دي حلال؟ يا ابني ده للمزاج المزاج. انا ما بهزرش يا برنس، انا بتكلم بجد. على العموم هسيبك تفكر، انت عارف ان انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. عقليه انا واحد. من عينيا يا اخويا، سيب لنا الموضوع ده. ما هنشتغل سوا، هنشتغل سوا. وافقت او ايه يا برنس؟ لا، ما انت هتوافق. اختي هتقنعك، والله اختي كنت شايلها في عينيا. ربنا يديم معروف. سلام عليكم. سلام. ده تهديد بقى. ضميري تعبنا قوي ولا لاحظ انه صاحبي. قول لي ضميرك بقى وسد نفسي وانا لسه جايه لك. ثم لما انت ضميرك صاحي قوي كده كنت بتحبسه ليه سنه واثنين وثلاثه؟ ما انا لما اشتاق لك واحبك ادخله السجن. طيب ادام كده بقى يلا ريح ضميرك. لاحظ يا لاحظ. لاحظ يا لاحظ. لاحظ لاحظ. راحت فين وليه؟ انا اوصلك؟ ايه؟ اوصلك؟ لا لا لا، انت اتجننت ولا ايه؟ ده النن عارف ان انا عند امي. طب ما انا زيهم. مع تمنيات شعب مصر بالتوفيق لفريق مصر القومي لكرة القدم. كنت فين يا ستان؟ كنت عند امي. امك؟ مش شفتيش ده؟ وبعدين امك كانت هنا ولسه ماشيه. برضه كنت عند امي، رحت ما لقيتهاش، قعدت استنيتها شويه وبعدين جيت. فيها حاجه يا ننتي؟ لا ما فيهاش. السلام عليكم. ابو سلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا برنس انا في عرضك. مش هبقى جوزك خلاص هتعمل. لا مش قبل كتب الكتاب يا برنس، اخص عليك، ما تزعلنيش منك يا برنس. لا والنبي. لا انا في عرضك. حاجه على الحساب بقى يا برنس. مين؟ انا لطفي يا بيه. ايه اللي جاب ده هنا؟ في ايه؟ ما هو شوف بقى يا برنس بيه، يعني يا الواد الدوكش في المصنع ده. ماله الدوكش ده؟ طلع حرامي. سنه ايه؟ سارق 7 جنيه من حساب البقال. وجاي لغايه هنا عشان تقول لي الحكايه دي؟ دي فلوسك يا برنس بيه، وبرضه فلوس ناس يتامى ما يصحش. وعرفت هنا ازاي؟ الولد عمر هو اللي قال لي.
عمر؟ ايوه. ده عمر ما يعرف هنا. ولا ايه يا حضرة الظابط؟ مش برضه حضرتك ظابط؟ يبقى هدفنك هنا. لو عايز تموته موتني انا الاول يا برنس. ما تخافيش، هموتكم انتوا الاتنين مع بعض. عنك انت. ايه يا دوكش، ايه اللي جابك؟ انا مشيت ورا الواد ده وشفته هو بيقبض على عمر، فعرفت المباحث، خصوصا بعد ما بعد النن عننا وكان عايز يبعدني عنك. ما تخافش، مش هيقدر يبعد حد بعد كده. لا 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 لا، ما توسخش ايديك انت يا معلم بالحكايه دي خالص، ما توسخش ايديك. هدى. ايه ده؟ انت مقبوض عليك. انا النقيب عادل شوقي. اللعبه خلاص انتهت يا برنس. انا الوحيد الحمار اللي فيكم. فعلا انت الحمار الوحيد. اللعبه لسه ما انتهتش يا شاطر. خدوه. البضاعة وصلت يا بيه. بس يا خساره مالكش فيها نصيب. ليه يا بيه؟ لانك طلعت غشاش ونصاب كمان. مش فاهم. الخطأ الأول الراجل والبنت اللي جبتهم معاك لحد هنا، والخطأ التاني الدولارات المزيفة اللي اديتها لي. مش عيب يا برنس؟ انت لازم تموت. لا يا بيه. تمام يا فندم. ظبطنا كل البضاعة وظبطنا عملات مزيفة بكميات كبيرة قوي يا فندم. يا فندم سيادتك مش تيجي معانا ولا ايه؟ لما اخلص من التحقيق اللي في ايدي ده. ربنا يوفق سيادتك يا فندم. خدوه. حاضر يا فندم. هياخدوني بس راجع لك بعد 25 سنة. والقتيل اللي فوق هاخد اعدام واجي لك برضه. بعد اذنك يا فندم. تحبي نبتدي تحقيق هنا ولا في البيت احسن؟ اللي تشوفه يا فندم. بس الصراحة بقى أنا شايفة التحقيق هنا يبقى لذ بكتير.